سولف لنا عن الحادث، شنو اللي صار وياك؟ اني حمال بالسوق اشتغل عربانه. طبيت لي المطعم دا اشرب مي، طلعت لقيت اهل الكبسه ماخذين عربانتي، قلت لهم جيبوها، قالوا لي لا ما نجيبها، قالوا لي نحرق قلبك قدامك، كبسوها قدامي. اني شو اسوي؟ اذا فلوس 5 اجار 5، اني شو يبقالي؟ نور قالوا لك الا نحرق قلبك وكبسوها بالكابسه؟ ايه. زين. اني شو اسوي؟ 5000 اجار، اذا شو يبقى من الفلوس؟ اجار مال شنو؟ مال العربانه لو مال شنو؟ اي مال عربانه. 5000 دينار باليوم؟ اي والله، ويا من باقت العربانه همين كانت اجار، همين دفعت 50,000. انا شنو ذنبي؟ خوات عندي 4، واخويا صغير والله بس 40,000 ادب عليه، تكرم مال حفاضات وحليب. ابوك وين نور؟ ابويا من تبد مني امي مشاكل. واني دا اشتغل. وانت هسه تعيل هاي يعني انت اللي قام بواجب هاي العائله؟ اي نعم، انا شو اجيب من البيت؟ يعني والله ما بقاني. انت ايش قد عمرك؟ نور انت ايش قد عمرك؟ 14. عمرك 14 سنه، انت تارك المدرسه حاليا؟ اي تارك من ورا الشغل. حتى تعيل اهلك، حتى تساعدهم على المعيشه. اي والله. طيب ليش تتعامل وياك البلديه بهالطريقه؟ شنو السبب؟ يعني انت تجاوزت عليهم، رادتهم بالكلام لو هم يعني هيك من يمهم؟ لا والله كل شيء ما مسوي لهم. زين. تقرن بس اذب زباله، اذب زباله، رجعت للسوق، جيت المطعم دا اشتري واخذوها. انا اريد اناشد، بس اقول حسب الله ونعم الوكيل. المن تريد تناشد؟ اريد اناشد ورئيس الوزراء. شو تريد من عنده؟ انا اريد بس عربانه، هذا رزقي اريده، بس اقول حسب الله ونعم الوكيل، من قطعوا رزقي الله يقطع رزقهم. يعني المثلك هسه يناشد غير مناشده، يطلب فد شيء، يطلب يعني اي يطلب راتب مثلا، يطلب قطعه ارض، يطلب سكن مثلا بدون اجار. انا يعني بس راتب رعايه اجتماعيه على سبيل المثال، تطلب عربانه؟ عربانه وكيفكم، بس عربانه دا اشتغل على رزق باب الله. زين. نعم. انت متعور او مصاب، مسوي عمليه، شنو اللي عندك؟ انا افتهمت انه انت عندك اصابه نعم بجسمك. نعم، من كان عمري 5 سنين وقع علي حايط. وقع عليك حايط وين؟ بالعظميه هناك، الطابوقه وقعت لي عظم، العظم ما طلع، طب جو كسر مثانه. الثاني بولونه ببطني، كبر دا اشتغل. وين زين. انت محتاج عمليه؟ شنو اللي محتاج؟ اي والله محتاج عمليه على رجلي، تاثرت الدم ما يوصل لها متهشمه، بس اريد بس عمليه، رحم الله ودي.